الفراخ بالذات من الوصفات اللي دايما بنحب نجدد فيها ونعملها بأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة. وطبعا بنحاول نبعد على قد ما نقدر عن الحاجات التقليدية اللي بنعملها للفراخ، يعني فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة معينة، فراخ بانيه، فراخ مسلوقة. لا، بنبقى عايزين نجدد دايما. عشان كده جايه لكم النهارده بالوصفة الجديدة دي. وصفة فراخ حلوة جدا وسهلة وبسيطة جدا جدا جدا. بتتعمل كلها في حلة واحدة أو طاسة واحدة، سريعة، طعمها مميز، معاها صوص كده حلو يفتح النفس، يعني من الآخر وصفة فراخ جامدة جدا. هتعجبكم قوي وهتحبوها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما ابدا الفيديو، انا هلا ابو بكر، يا ريت من فضلكم تعملوا الفيديو لايك وشير. وتعالوا كالعاده نقول بسم الله ونبدا على طول. اول حاجه عندي طبعا، انا عندي الفرخه بتاعتي انا مقطعاها 4 قطع، غسلها كويس جدا ومنشفاها. تقدري تستخدمي وراك، تقدري تستخدمي صدور بس، تقدري تقطعيها قطع اصغر من كده براحتك. يلا بقى على التسويه البسيطه جدا. طاسه عندي وهنزل فيها بمعلقه كبيره او معلقتين كبار من السمنه. هبتدي كده اسخن الطاسه جدا، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ عندي على الجلد. طبعا انا بعمل صدمه للفراخ عشان تفضل محتفظه بالعصاره بتاعتها، يعني لازم الطاسه عندي تكون سخنه جدا. وكمان هبتدي اديها اللون الذهبي كده من الناحيتين. هسيبها كده على نار عاليه لحد ما تاخد اللون الذهبي من اول ناحيه، يعني هتقعد حوالي 5 7 دقايق على حسب سخونه الطاسه والنار عندي. وبعد كده هبتدي اديها رشه من الملح. طبعا الناحيه المقابله ليا هي الناحيه اللي فيها العظم، بديها رشه من الملح. وزي ما قلت لكم هسيبها كده تاخد اللون الذهبي من الناحيه الاولانيه. هديها كمان شويه من الملح، يبقى انا اديت لها الملح والفلفل الاسود بتاعها وانا بحمرها. طبعا هنحتاج اكيد لتظبيط الملح والفلفل بعدين، ولكن ده التوابل او البهار المبدئي اللي ببدأ بيه يعني. تعالوا نشوف بقى كده هتتقلب على الناحية التانية. اخدين بالكم طبعا الطاسة عندي سخنة جدا. يفضل طبعا تكون طاسة ما بتلزقش، الطاسة عندي هنا بتلزق، فبدأت تاخد تلزق شوية في الجلد. وطبعا لكن لو عندكم بقى طاسة ما بتلزقش يبقى افضل. هبتدي اقلبها كده زي ما انتم شايفين، بدأت تاخد عندي اللون الذهبي الفاتح او يعني الوسط كده. هبتدي اسيبها بقى على الناحية التانية تبدأ تاخد نفس اللون في نفس الوقت برضو. المطلوب مني ان انا هبدأ اديها اللون من الناحيتين زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. تاخد قد ايه مش مشكله يعني، بس عيني عليها، خلي بالي منها يعني عشان ما تتحرقش مني. خلاص كده اخدت اللون الذهبي من الناحيتين. هبتدي اخرجها بقى بره الطاسه، عشان طبعا زي ما قلت لكم انا هكمل الوصفه كلها عندي في نفس الطاسه. هي بسيطه وسهله. وعايزه اقول لكم ان هي تجديد. دايما بنحتاج في وصفات الفراخ بالذات نغير ونجدد. بس دي من الوصفات الحلوه جدا، لان كمان بيبقى معاها صوص يفتح النفس بجد. في نفس الطاسه هبدا انزل بقى بالفلفل بتاعي. وانا هنا عندي فلفل الوان، كان عندي فلفل احمر واخضر وحامي. حابين تحطوا كمان فلفل اصفر براحتكم، حابين تحطوا نوع واحد من الفلفل برضو براحتكم. انا هنا دمجت بين الفلفل الرومي والفلفل الالوان والفلفل الحامي. هبتدي اقلب كده الفلفل عندي لحد ما يبتدي بس يدبل بسيط جدا. في الوقت دوت هكون مجهزه عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم. الفلفل اخد قد ايه معايا؟ اخد حوالي 5 دقايق على النار. هبتدي انزل بقى بالثوم كده مع الفلفل، وهبتدي اقلب لحد ما تبتدي ريحه الثوم اشمها كده، يعني تبتدي ريحه الثوم تطلع معايا. برضو مش هاخد اكتر من دقيقه. الخضار عندي كله كده جاهز. تعالوا نشوف بقى بعد كده هديله شويه من البهارات، يعني هبهر الخضار. يعني البهارات عندي مش كتير، هو الفلفل الاسود وكمان شويه من الملح، معلقه عندي من الثوم البودر، وكمان عندي هحط بقى شويه من الزنجبيل البودر، يعني حوالي معلقه كده. بيخلي الطعم في منتهى الروعه والجمال يا جماعه. الجنزبيل مع خلطه الخضار دي حلو جدا. هبتدي بقى كده اقلب الخضار عندي، وهسيب كده الريحه بتاعته تطلع، يعني هيندمج كده مع الخليط حوالي دقيقه. انا كمان هحط معلقه من البابريكا. تمام كده. هظبط بقى الملح بتاعي وخلاص كده، مش هحط اي توابل تاني. هبتدي اقلب، وزي ما قلت لكم بس البهارات تندمج كده مع الخضار وبس. يعني قد ايه هياخد؟ قد ايه؟ دقيقه بالظبط مش اكتر، يعني اشم ريحه البهارات كده يبقى تمام. هسيب بس الخليط كده يتسبك شويه مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده هبتدي ازوده شويه من الميه. قد ايه؟ يعني حوالي كوبايه او كوبايتين. هبتدي بقى اقلبهم، وهسيب الخليط عندي ياخد له كده كام غلوه. وهقول لكم بعد كده هنكمل الوصفه ازاي. الوصفه دي حلوه جدا، الطعم النهائي بتاعها بيبقى حلو، التقديم بتاعها بيبقى تحفه.
كمان هضيف على الصلصه بتاعتي او الخلطه بتاعتي معلقه صغيره من الكركم، بتدي طعم حلو قوي للفراخ ولون كمان. هسيب بقى كل حاجه كده تغلي مع بعضها، الخليط كله ياخد له كام غلوه زي ما قلت لكم يعني. انا سبته كده يغلي حوالي 5 دقايق، وبعد كده هبتدي اجيب الفراخ عندي وابتدي انزلها تاني في الخليط. طبعا كلكم فاكرين ان احنا عملنا ايه، احنا حمرنا الفراخ في الاول لحد ما خدت اللون الذهبي الحلو ده. هي مش مستويه لسه ولا حاجه، احنا هنسيبها تستوي بقى في الخليط ده، هي بس اخدت اللون الذهبي الحلو ده من الناحيتين. كل اللي انا هعمله ان انا هسيبها على نار متوسطه كده تتشرب من الخليط الحلو ده، وبعد شويه كده هبتدي اقلب فيها. انا حطيتها طبعا على الناحيه الاولانيه دي، ناحيه العظم، هغطي عليها كده واسيبها على نار متوسطه زي ما اتفقنا تبتدي تتشرب من الخليط وتستوي كمان على البوتاجاز. تمام. هفتح بعد شوية كده هتكون الفراخ بالشكل ده، هيكون الصوص بدأ يقصر معايا خالص. هبدأ كمان اقلب الفراخ على الناحية التانية، هسيبها برضو في الخليط عندي شوية تتشرب وتستوي تكمل سواها. وعلى فكرة نقدر نكمل التسوية كلها على البوتاجاز، ولكن انا هدخلها الفرن تتسبك مع بعضها. كده الفراخ عندي مستوية بنسبة نقول 80%. هبدأ بقى احطها في القالب او في الصينية عندي، وهبتدي ادخلها على الفرن، لان انا زي ما قلت لكم عايزاها تتسبك شويه. طب لو ما دخلتهاش الفرن وعايزه اكمل تسويتها كلها على البوتاجاز يعني، هبتدي كده كل ربع ساعه ادي الفراخ تقليبه واسيبها تستوي على البوتاجاز، هتدينا نتيجه برضو ممتازه. حابين تكملوا تسويتها على البوتاجاز براحتكم، حابين تدخلوها الفرن زي ما انا هعمل كده تمام. بس انا بحسها في الفرن بتتسبك اكتر وبتاخد تسبيكه حلوه كده. الخليط عندي جاهز والصينيه بتاعتي جاهزه على الرف الوسطاني في الفرن، لفرن مسبق التشغيل يعني فرن يكون سخن. هحطها حوالي نص ساعه مش اكتر. احنا اتفقنا ان الفراخ عندي خلاص كانت 80% تسويه، هحطها تكمل سواها في الفرن. فهي 20 دقيقه هتكون بقى بصوا اتسبكت وخدت اللون الحلو ده وشربت من الصوص كده مع بعضها في الفرن، يعني اللهم بارك، حاجه في منتهى الروعه. طعم الفراخ حلو جدا، الصوص اللي مع الفراخ جميل يا جماعه. تقدروا تغمسوها بالعيش كده، تقدروا تاكلوها جنب رز ابيض، ولكن انا بحب جنبها الرز الابيض، دايما بعمل جنبها رز ابيض بالمستكه، بيبقى طعمه في منتهى الروعه والجمال. سهل وبسيط، ان شاء الله هعمله لكم قريب. بس بجد جربوها جنب الرز الابيض، حلو جدا جدا. بناكل بقى الصوص كده مع الفراخ زي ما انتم شايفين، اكيد واخدين بالكم الفراخ مستويه تسويه رهيبه، مستويه 100%. بسيطه سهله، طعمها حلو قوي قوي، جربوها هتعجبكم، النكهه بتاعتها جديده علينا، ولكن طعمها في النهايه حلو جدا وبسيطه وسريعه. بكده وصلت معاكم لنهايه وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. وكالعادة وفي نهاية كل وصفة هطلب منكم تعملوا لي الفيديو لايك وشير. ولو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي على اليوتيوب وبتشوفوني، فأتمنى طبعا انك تشتركوا في القناة وتفعلوا كمان زر الجرس علشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديدة. وطبعا انتوا عارفين ان القناة هنا للفيديوهات المنفصلة، كل وصفة منفصلة لوحدها. ولكن لو انتوا من الناس بتحبوا تجميعة الوصفات او ملخصات السريعة للوصفات، فانا بعمل منيوهات سريعة ل7 وصفات، هتلاقوها على قناتي التانية هلا ابو بكر، ان شاء الله هتعجب. بحبكم في الله واقول لكم مع السلامة.